عزيزي المتابع، اهلا بيك ونورتني. قبل ما ابدا عاوز اقولك ان انا بتعب جدا علشان اطلع لك حاجه حلوه، فممكن ما تبخلش عليا وتنزل تعمل اشتراك كدعم منك ولايك حلو زيك. ايه عملت؟ طب ثانك يو. وتعالى احكي لك قصة الفيلم دي بتحكي عن ايه. بيبدأ الفيلم ده في عصر الديناصورات اللي عايشة مع مبدأ البقاء للأقوى، بمعنى ان الديناصورات الكبيرة بتاكل الصغيرة زي الحياة اللي احنا عايشينها كده. المهم ان بيظهر ديناصور ضخم جدا بياكل حوت صغير على الشط، والديناصورات الصغيرة بتجري عنده لانهم شافوا كائن ضخم جدا جدا، والكائن ده بيهجم على الديناصور الكبير وبيبلعه، وبيعدي 65 مليون سنة وبنشوف جونز والباشا بيكون مستخبي فوق سفينة في بحر الفلبين، وبتكون محملة نفايات سامة وبترميها جوه البحر، وجونز بيخرج من الحاوية وبيراقبهم وبيصورهم، وبعدها بيدخل مكتب القائد وبيصور شحنات النفايات السامة والسجلات الموجودة، ولسوء حظه بيكون في المكتب بغبغان فبيكشفه، وعلى صوت البغبغان بيدخل العمال عليه وبيهاجموه. طب جون هيسكت؟ لا والله ما يحصل، بيضرب فيهم يمين وشمال وهاتك يا ضرب لحد ما يبان لهم اصحاب، وبيطلع فوق السفينة، لكن هم اصلا في وسط البحر ما قداموش حل غير انه ينط في البحر او يموت، فبيقرر انه ينط. وفي نفس الوقت ده بتيجي طيارة تبع جونز وبينقذوه وبيديلهم الميموري اللي فيه الصور اللي خدها على السفينة، وبنروح لمعهد أوشانج في الصين، والمدير بتاعها اللي اسمه جيمنج بيختبر بدلة جديدة تقدر تتحمل الضغط العالي ومقاومة الكائنات البحرية المفترسة، وبيستعدوا علشان ينزلوا بيها أماكن استكشافية جديدة. وفي الليل بيكونوا مجهزين حفلة بمناسبة مرور 10 سنين على المؤسسة، وجونس وصاحبه ماك في الحفلة بيجمعوا في التبرعات علشان يغطوا بيها تكاليف معداتهم اللي بيكتشفوا بيها المحيط. والمدير بيطلع على المسرح وبيشكر الناس على التبرعات، وبيوريهم سمكة قرش كبيرة اسمها هايكي اللي لقيوها مصابة وهي صغيرة واهتموا بيها لحد ما كبرت، ومخلوقات تانية كتير سموها ميجالودون وتوصلوا للمكان اللي عايشة فيه، وسبب حبه للبحر والكائنات البحرية هي أخته وأبوه، ومينج دي تبقى بنت أخته، وكمان هي بتحب الكائنات البحرية والغوص زيهم، وكمان قدروا يصنعوا مركبة تقدر تغوص ل6000 متر تحت البحر، وتبرعاتهم هي السبب في الإنجاز ده. ولما بتخلص الحفلة مينج بتبقى عاوزة تروح معاه محطة مناوة وتغوص معاهم، وجونز بيرفض لأنه خايف عليها، فبتحاول تقنعه وبتقوله إن أمها لما كانت في سنها كانت بتعمل كده، فبيقولها إنه هيغوصوا في مسافة كبيرة جدا وإنه خايف عليها، فبيوافق إنها تيجي المحطة تشوفه من غرفة المراقبة. بس في الوقت ده بتدخل واحدة بتبلغه إن جيمنج بيغوص مع السمكة، وجونز بيفهمه إن اللي بيعمله ده غلط وخطر، فجيمنج بيقوله إنه بيدربها على تجربة جديدة ومقتنع ان المرة دي هتنجح. فجونز بيقوله ان فصيلة الميجالودون دي غير قابلة للتدريب. جيمنج بيقوله انه هيتفاهم معاها من خلال الجهاز اللي معاه، ولما بيضغط على الجهاز بتروح السمكة عنده وبتمشي من غير ما تأذيه، والمساعدين بيعرفوا ان معدل ضربات قلب السمكة مرتفع جدا وجهازها العصبي مستثار وبترجع له تاني، فالمرة دي مش بتسيبه في حاله، وبيضغط على الجهاز لكنها مش بتستجيب ليه وبتهجم عليه وبتاكله. طبعا كلهم بيتصدموا، لكنه بيفاجئهم من وراهم بانه لسه عايش، وجونز بيقوله ما تكررهاش تاني، بنت اختك كانت خايفة عليك. وبعدها بيجهزوا علشان يروح المركز البحوث البحرية الماناوان وبيستعدوا للغوص، والسمكة هايكي بتخترق الحاجز وبتعوم ناحية الماناوان، وتاني يوم بيركبوا الغواصات علشان يستعدوا للغوص، وبيغوصوا لمسافة 18,000 قدم تحت المية، وبتطلع لهم مينج اللي كانت مستخبية في الغواصة، وجونز بيطلب من المساعدة بتاعته توقف الغواصة بسرعة، لكن المساعدة بتقنعه انها كانت بتعمل اكتر من كده وهي في سنها، ومينج كمان بتفضل تقنع فيه انها تفضل معاهم ومش هتعمل دوشة. ومن ناحية تانية جيمنج بيكون على اتصال معاه وبيقوله ان في سمكة قرش رايحة ناحيتهم، والسمكة دي من فصيلة الميجالودون، وبيعرفوا انها هايكي من خلال جهاز التتبع اللي معاه، وبيطلب منهم يشغلوا الغواصات بأقصى سرعة، وبيقول لهم جونز انهم لازم يعبروا المنحدر الحراري لانها مش هتعرف توصل له بسبب اختلاف درجات الحرارة، وبيعبروه فعلا وبيختفي اثرها، لكن بترجع لهم تاني بسبب درجة الحرارة الخارجة من مولدات الغواصة، والسمكة هايكي بتكون حاجة بسيطة قصاد الميجالودون اللي هتظهر لهم بعد كده، اللي بتكون ضخمة جدا جدا ورايحة لمكان معين. فجيمنج بيطلب من جونز يغير الخطة ويمشي ورا الميجالودون ويعرف هم رايحين فين بالظبط، وجونز بيرفض يغامر في الأول، وخصوصا ان مينج معاهم، لكن ماك بيقوله ان دي في الأصل رحلة استكشافية، فبيوافق جونز بس بشرط لو حس بخطر هيوقف العملية بسرعة، وبيبدأوا يغوصوا لتحت أكتر، والاستشعارات بتبين لهم ان في جسم غريب على بعد أمتار، فبيروحوا وبيلاقوا حطام لمحطة بحرية،
وماك بيشغل المستشعرات الحرارية وبيعرفوا إنها محطة بحرية موجودة، وجونز كان مستغرب لأن مفيش تكنولوجيا في العالم تسمح لحد يبني محطة في العمق ده. والقاعدة دي بيكون فيها ناس مراقبين جونز، ومونتس بيكون قائدهم وبيركب غواص علشان يهرب بيها وبيفجر المكان، وبيكون الانفجارات قوية لدرجة إنها بتعمل انهيار للصخور، وحصلت فجوة في المنحدر الحراري وجونز بيحاول يهرب لكنه ما بيقدرش وبيتخبطوا في صخرة عملاقة وبيتعلقوا وهيكل الغواصة بيتدمر والأكسجين بيقل. وجيمنج بيركب غواصة وبينزل علشان ينقذهم لكنه بيقع عليه حطام من المتفجرات والاتصالات بينهم بتتقطع، فماك بيقلق عليهم جدا وبيطلب من مساعدته تجهز الغواص علشان ينزل لهم، لكن الغواصة بتكون بايظة ومش هينفع تتصلح، وده كان بفعل فاعل. وبعدها بيرجع الاتصال يشتغل، فجونز بيقول لماك انهم هيلبسوا بدل الغوص ويحاول يبعت لهم غواصة بسرعة، فماك بيقول له انه ما ينفعش لان الغواصة مش شغالة. جونز بيقول له طب هيتحركوا لسطح المية، وماك بيحذره ان البدل دي مصممة انها تقعد في المية ساعتين بس، وده غير الميجالودون اللي هتحوطهم. لكن جونز مش قدامه حل تاني والا هيموتوا، فبيلبسوا بدل الغوص وبيجهزوا اسلحتهم وبيخرجوا من الغواصة وهم على عمق 7500 كيلو متر. وبعدها بيظهر جيمنج اللي بيطلع انه لسه عايش، وجونز بيقول لهم يمشوا بهدوء علشان الاكسجين والمسافة اللي المفروض يمشوها 3 كيلو متر. وهما ماشيين بيستكشفوا في المكان وبيكون المنظر حلو جدا وبيعجبهم لكن جونز بيحذرهم ما يلمسوش حاجة لانها خطر. وماك بيعرف ان في جاسوس معاهم على المحطة وهو اللي بوظ لهم الغواصة، وبيطلب من المساعدة تراجع الكاميرات وتعرف مين الخاين اللي بوظها لهم. وبنروح لجونز وبيكون في كائنات حواليهم محوطينهم وبيكونوا خايفين منهم. بعدها بنشوف هيلاري رئيسة المعهد التنفيذية بتكلم في مونتس اللي فجر المحطة وبيقول لها انه خلص عليهم، لكن هيلاري بتقوله انهم لسه عايشين ولازم يموتوا قبل ما يوصلوا للسطح ويكشفوهم، وبتكون هيلاري هي اللي عطلت المركبة. وبنروح لجونز وهو بيسأل جيمنج شايف حاجة على الجهاز اللي معاه، فبيقول له ان في كائن بيظهر وبيختفي فجأة وبتحوطهم اسماك عددها كبير، لكن جونز بيهديهم. وبنرجع لماك والمساعدة بتقوله ان سجلات المراقبة كلها اتمسحت وده شخص من الطاقم اللي عمل كده. وماك بيقول ان في نسخة مشفرة هيشوفها، وبيسأل المساعدة باقي ليهم قد ايه والاكسجين يخلص من المحطة، فبتقوله فاضل 50 دقيقة. وجونز قبل ما يوصل للمحطة الجهاز بيعرفهم ان في كائنات رايحة عليهم بسرعة كبيرة، وجونز بيسأل جيمنج اذا كانت الكائنات دي من فصيلة الميجالودون، فبيرد عليه بان الكائنات دي اسرع منها واصغر منها، فبيطلب منهم جونز يمشوا بهدوء للمحطة. لكن الكائنات دي بتكون أسرع منهم وبتهجم عليهم بسرعة وبتحاول تفترسهم، لكن البدل بتاعتهم كانت مساعداهم، والكائنات دي بتكون عبارة عن ديناصورات تحت المية. وجيمنج بيعلي الإضاءة جدا والكائنات دي بتختفي بسبب سمكة القرش العملاقة اللي بتوصل عندهم واللي جت بسبب الإضاءة، والقرش بيهاجمهم، والقرش بيهجم على المساعدة بتاعت جونز وبياكلها، وبيروح علشان ياكل جيمنج لكن بيقدر يهرب منه. وفي واحدة من الفريق اسمها ميلا خوذتها بتتكسر وبتنفجر الخوذة وبتموت، وبيلاقوا غرفة وبيدخلوا فيها بسرعة وبيفضوا منها المية وهم زعلانين على موت أصحابهم، وبيقلعوا البدل وبيبدأوا يستكشفوا في المحطة، وبيوصلوا لغرفة التحكم وبيشوفوا معادن نادرة بيستخدموها في التكنولوجيا، وبيفهموا ان المحطة موجودة للتنقيب عن معادن نادرة وان المحطة دي غير قانونية. وجونز بيمسك حجر قيمته $1,000,000، ومينج بترجع الاتصال وبيكلموا مركز البحوث البحرية، وجونز بيبلغهم ان في عملية تنقيب كبيرة، وبيلاقوا قدامهم باب مقفول، ولما بيفتحوه بيلاقوا كبسولات هروب متعطلة والباب بيتقفل عليهم، وبتظهر فجأة على الشاشة مساعدة ماك اللي اسمها جيس، وبيعرفوا انها جاسوسة وبتقول لهم انها قفلت عليهم الباب وهي المتحكمة في المحطة كلها، وبتعرض على جونز صفقة انه ينضم ليهم مقابل مبلغ مادي كبير، فجونز بيرفض لان اصحابه ماتوا بسببها وهينتقم ليهم. وجيس بتضرب اول كبسولة كتهديد ليهم، وبتقول لريجس تقتل جونز وتسيبهم يعيشوا، وبتاخد ريجس السلاح وبتصوبه على جونز، وجونز بيقولها تقتله وينقذوا نفسهم، لكن ريجس بتخاف ومش بترضى تموته وبتطلق الكبسولة التانية. وبعدها بتظهر هيلاري وبتقول لجيمنج انهم هياخدوا التقنيات اللي صنعها ويسرقوا بيها المعادن ومحدش هيعرف خالص. وجيمنج بيكسر الشاشة وهيلاري بتتعصب منهم وبتفتح عليهم المية علشان يموتوا والباب مقفول عليهم.
فبيقرر جونس يفتح لهم الباب من الناحية التانية، وريكس بتقوله لو طلعت بره هتفقد الوعي بسبب الضغط، وجونس بيخرج علشان يفتح الباب وينقذهم، وفعلا بينجح في فتحه لكنه بيفقد الوعي بعدها وبينزف وبيفوق وبيلاقي قدامه مونتس اللي بنعرف انه من عصابة هيلاري، وبنعرف ان مونتس بيكره جونس جدا لانه تسبب في سجنه، ومن وقتها وهو مستني الفرصة علشان ينتقم منه وبيضربوا في بعض. وبعد معركة كبيرة وطويلة بينهم بينجح جونس انه يشتته وبيضربه بأنبوبة غاز في راسه، وجونس بيضغط على زر تكسير الصخور، فمونتس بيروح يهاجمه تاني وبيحاول يخنقه، لكن جونس بينقذ نفسه في آخر لحظة وبيضربه بصخرة، وبيروح جونس علشان ينقذ أصحابه. وبعد كده هيلاري بتبعت مرتزقة علشان يقتلوا فريق عمل مانوان في القاعدة البحرية، وماك بيشوف الكاميرات المشفرة وبيعرف ان جيس هي اللي عطلت الغواصة، وجونس بياخد أصحابه وبيروحوا لغواصة مونتس لأن هي الوسيلة الوحيدة اللي هتخليهم يخرجوا بأمان، لكن بيكتشفوا ان تقنية الحماية ضد الميجالودون متعطلة وبكده ممكن يموتوا. وجيمنج بيقوله ان النور القوي بيجذب الأسماك، وبيشغل الأضواء في المحطة لجذب السمك، وبيبدأ السمك يهجم عليها، وبيوصل جيمنج بسرعة للغواصة قبل ما السمك يهجم عليه، وخرجوا من المنحدر الحراري، ومنتس بيروح وراهم، وجيس في غرفة المراقبة وبيكون معاها مساعدين مسلحين، وبيدخل ماك والمساعد بتاعه دي جي وبيضربوهم، وبعدها بيوصل جونس وفريقه للسطح وبيعرفوا ان في مرتزقة، وبيمشوا بالراحة جدا وبيدوروا على ماك ودي جي، ومونتس بيكون وصل وراهم، والمرتزقة بيشوفوهم وبيضربوا عليهم النار، فبيرموا نفسهم بسرعة في المية وبيخرجوهم المرتزقة علشان يحبسوهم. وفجأة بيظهر جيمنج وجونس وبيضربوهم وبيقدروا ينقذوهم، وبنعرف ان مونتس وجيس مرتبطين ببعض، وبيحذرها ان جونس موجود معاهم في المكان. وبعدها بيظهر 3 ميجالدون وبيروحوا ناحية المحطة، وجيس بتتكلم مع هيلاري وبتقولها خلي بالك في قرش وراكي، لكن جيس بتقولها ان الازاز مضاد للميجالدون ومستحيل يخترقه، وطبعا واقفة وكلها ثقة، ويقوم يجي القرش من وراها يكسر الازاز وياكلها بألف هنا وشفا، ومونتس بيهرب بأعجوبة. وبنروح لجونس وفريقه بيركبوا قارب النجاة وبيحاولوا يجدفوا بهدوء علشان الميجالدون، لكن برضو وراهم بتحوطهم سمكة قرش، والجنود بيروحوا وراهم وبيشغلوا المحرك علشان يلحقوهم بسرعة، فمونتس بيكلمهم بسرعة وبيحذرهم ما يشغلوش المحركات، لكن بيكون فات الأوان والسمكة بتهجم عليهم وبتاكلهم كلهم بالهنا والشفا. وبعدها مونتس بيكلم هيلاري وبيحكي لها على اللي حصل، فبتقوله لو قتلتهم هتاخد نصيبهم وتعيش ملك، وجونز كان بيجهز بسلاحه علشان يقتل الميجالدون لو هجمتهم، وبيكونوا رايحين على جزيرة قريبة منهم، والجزيرة دي على بعد 60 متر ولازم يروحوا بسرعة علشان يحذروا الناس اللي عليها ويخلوا الجزيرة بسرعة. والموجودين على الجزيرة سياح، وبيكون في مركب وواحد بيحب في واحدة بيتقدم لها، وبيوصل مونتس الجزيرة ومعاها الجنود في انتظار جونز علشان يخلص عليه مع الفريق بتاعه. وجونز بيوصل على الجزيرة وبيفضل ينادي على الناس علشان يخرجوا لكن مش بيسمعوه، وفي نفس الوقت الجنود بيسمعوا أصوات غريبة طالعة من الغابة، فبيروحوا ناحية الصوت وبيظهر لهم كائنات شكلها غريب، فبيضربوا عليهم النار، لكن الكائنات مش بتسكت لهم وبتخلص عليهم. وجونز بيطلب من فريقه يتصرفوا بسرعة، وبيقول لمينج تروح برج المراقبة علشان تستخبى فيه. في الوقت ده الميجالودون بتوصل للشط وبتاكل أي حاجة تقابلها، وبيكونوا 3 ميجالودون عملاقين، وجونز بيطلب من ماك وجيمنج ان كل واحد يركب قارب ويجذب القروش ليه ويبعدوهم عن الشط ويقتلوهم بالرمح اللي موجود فيه متفجرات. وهيلاري بتروح تركب الطيارة علشان تستخبى، لكن بيدخل لها ديناصور وبيقتلها هي كمان بألف هنا وشفا. ودي جي وريكس بيشوفوا الديناصورات وبيدخلوا مكان علشان يستخبوا فيه، وبنروح للشط وما بيكونش فيه غير مركب واحد، فجونز قرر يركبه هو ويقتل الميجالدون بنفسه واخد الرمح معاه، وبيروحوا فعلا وراه، وفي قرش بيظهر قدامه فجأة لكن بيتصرف بسرعة وبيقدر يهرب منه. وفجأة جونز بيقع من المركب وعلى آخر لحظة بيركب والمركب مش بيرضى يشتغل، لكن قبل ما القرش يهجم عليه بيشتغل المركب بسرعة وبيمشي منه. وبنروح لدي جي وريكس اللي بيفتشوا في الجنود اللي اتقتلت علشان يلاقوا أي وسيلة مساعدة أو اتصال، لكن بيتفاجئوا بالديناصورات قدامهم، فبيدخلوا مخزن بسرعة وبيتفاجئوا بالمرتزقة حابسين ماك وجيمنج بيخلي دي جي يضغط على زرار بظهره وبيتفتح باب المخزن، والديناصورات بتكون واقفة على الباب. في الوقت ده بتدخل وبتخلص على الجنود كلهم وهما بيقدروا يهربوا بسرعة من الباب الخلفي. وفي الوقت ده الإشارة بتوصل ودي جي بيتصل بالأمن وبيطلب المساعدة، وجونز بيحاول يصوب الرمح على القرش لكن مش بتيجي فيه،
فبيطلع الرمح التاني والمرة دي بيجي فيها وبيموت، وماك وجيمنج بيروح للطيارة الهليكوبتر لكن بيلاقوا الديناصورات محتلاها، وجيمنج بيقرر انه يشتت انتباه الديناصورات ويجذبهم ليه علشان ماك يشغل الطيارة، والديناصورات بتهجم على جيمنج لكن بيضربوا بالآلة، وفعلا بينجح انه يضربه بالآلة اللي معاه، وبيكون جاي وراه ديناصورات تانية فبيهرب علشان يركب الطيارة بسرعة. فماك بيقوله ان الطيارة مفيهاش وقود وبيطلب من جيمنج يحط فيها وقود، وبيشغل الطيارة لكن جيمنج بيقع فجأة والديناصورات بتحاول تهجم عليه، لكن ماك بيطلع جدع وبيضرب عليهم متفجرات وبيتفجروا كلهم، وبيركب جيمنج الطيارة وبيمشوا بيها. وعلى الشط بيظهر اخطبوط ضخم جدا وبيهجم على كل اللي في الشط وبياكل فيهم. وبنروح لجونز، وقبل ما بيصوب الرمح على القرش التاني بيظهر مونتس وبيضرب عليها النار والرمح بيقع منه، وبيحاول جونز يهرب منه. وفي الطيارة جيمنج بيصنع قنابل من نيترات الأمونيوم، وبيلاقي مينج في البحر بتنقذ واحدة مش عارفة تعوم، وبيمدلها ايده علشان ينقذها، لكن الأخطبوط هو اللي بيمد ايده وبيسحب الطيارة. فبيقرر جيمنج ينط من الطيارة ومعاه القنبلة، والقرش بيهاجم جونز على الجسر لكن بيشبك في سلاسل الجسر وبيقع جونز في المية وبيهرب منه، ومينج بيهاجمها الأخطبوط وجيمنج بيحاول ينقذها، ومونتس بيوصل الجسر ويفضلوا يضربوا في بعض هو وجونز لحد ما بينزف في المية. ومونتس كان بيطلع السلاح علشان يقتل جونز لكن القرش وصل على ريحة الدم، وبعد كده بياكل مونتس وبيحصل حبيبته. وجيمنج بعد ما أنقذ مينك بياخدوا الأخطبوط هو كمان يسلم عليه، وبيطلب من مينك ترميله القنبلة، وبيستنى لما ينزل المية وبيزرع القنبلة في الأخطبوط وبيفجره لكن برضه مش بيموت، وبيمسك جيمنج مرة تانية، لكن في الوقت ده بتهجم سمكة قرش على الأخطبوط وبيدخلوا في معركة كبيرة، ونهايتها إن السمكة بتقتل الأخطبوط، وجونز بيروح يساعد جيمنج وماك قبل ما القرش ياكلهم، وبيعمل فيها فتوة وبيمسك مروحة الطيارة وبيعمل بيها صوت في المية علشان القرش يروح ناحيته، والقرش فعلا بيروح عنده، وقبل ما بيهجم عليه بيدخل دراع المروحة جوه دماغه وبيخرجه من الناحية التانية وبيموته. ومينك وهي خارجة من المية بعد ما أنقذت الكلب بتاعها بيظهر قدامها ديناصور كان هيهجم عليها، لكن دي جي بيضرب عليه النار بسرعة وبيقتله، وفريق جونز بيطلع من الشط لكن بيشوفوا قرش جاي عليهم، وجيمنج بيطمنهم وبيقول لهم ما تقلقوش دي هايكي، وبينزل علشان يشغل الجهاز وبتعدي من جنبه فعلا من غير ما تهاجمه. وبعدها بتوصل فرقة الإنقاذ وجونز بيفضل يحتفل مع أصحابه إنهم ما ماتوش وقتلوا الميجالودون، وبعد كده بيخلص الفيلم. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.